تصادفت حادثة رفع لافتة تحمل صورة الملك سلمان بن عبد العزيز مناصفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحد الملاعب مع زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ للجزائر. ويقوم بهذه الزيارة التي تدوم 4 أيام بدعوة من نظيره الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، حيث اغتنم فرصة وجوده بالجزائر لتبليغ المسؤولين الجزائريين عن انزعاج الرياض مما قام به بعض أنصار إحدى الفرق الجزائرية من إساءة لخادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز في إطار تظاهرات مساندة للقدس. هذه الاتصالات بين مسؤولي البلدين أتت بثمارها على ما يبدو للجانب السعودي، وذلك باعتذار من رئيس الحكومة الجزائري أحمد يحيى حسب ما أفاد به السفير السعودي سامي الصالح، وكذلك بفتح تحقيق قضائي في الحادثة الذي قال عنه وزير العدل الطيب لوح أن منحاه يتجه مبدئيا نحو صفة العمل المعزول. المؤلم في كل هذا أنه رغم ما بين الحكومتين السعودية والجزائرية من اختلافات في كثير من القضايا، إلا أنهما أبديا نوعا من التناغم على الأقل في هذه القضية، في حين أن الشعبين الشقيقين يتناحران ويتنابزان على شبكات التواصل في مشاهد تدمى لها القلوب.